مرحبا. اسمي عباس، من العراق. عمري 18 سنة، وهذا أول فيديو لي على اليوتيوب. و... وراح أشوفكم كل حياتي في كندا شلون عايشة. خليكم معي. طبعا الثلوج عنصر أساسي بكندا، كما تشوفون الثلوج بالبرد. الرياح وهذا. شوف 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 شوف. هذا البرد، ما شاء الله على البرد. علي، هذا هو. يلعبون بهذا البرد، درجة حرارة ناقص 16 وقاعدين يلعبون. تخيلوا. يعني درجة الحرارة ما تنوصف درجة البرودة اللي هسه الموجودة. ومثل ما تشوفون قاعدين هذويك يلعبون، هذويك لا تشوفون منا قاعدين يلعبون. يعني شغلة مو طبيعية صراحة والله. أنا ما قاعد أفتهم يعني شلون قاعدين يلعبون بهذه درجة البرودة وقاعدين يلعبون. غريبة صراحة. لا أغرب شيء إنه أنا قاعد أصور بهذا البرد، درجة الحرارة ناقص حوالي 16 وقاعد أصور ويدي جمدة. يعني فعلا الكنديين ما يأثرون بالبرد، ما يهتمون درجة الحرارة. وأكبر مثال هذا المثال الجاي، الناس قاعدين يمشون كلاب ماتوا بهذا البرد، ودرجة الحرارة ناقص 16. ناقص 16 يعني تجمد، تموت من البرد. ثم يشوفون صوتي قام يرجف من البرد، وقاعدين يلعبون ويا كلاب بعد، يلعبون ويا كلاب. يعني ثقافات والله. احنا العرب صراحة اذا صارت عندنا درجة حرارة ناقص مو ناقص، حتى درجة الحرارة 5 نموت من البرد. تخيلوا بعد الكنديين ودرجة حرارة ناقص 16 ويمشوا. واكره شيء عندهم هنا، اكره شغله اللي لازم تنتظر الباص بالثلج وبالبرد. بس تنتظر هنا الباص، هاي الشغلة مو زينة بكذا. تنتظر الباص لحد ما يجي. هنا هذا هو الباص وصل واخيرا. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى إذا عجبتكم لايك واشتركوا بالقناة، وانتظروا الفيديوهات القادمة إن شاء الله، راح تكون حلوة هواي هواي. اشتركوا بالقناة ولا تفوتوا الفرصة. مع السلامة.